عليه وسلم. عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
بوجود كرمه وإحسانه تعالى مجد وعظم شأنه وخلق الخلق لحكمة وقضى عليها علما وبسط له كما يغيب بالندم ما جرت فيه في أقداره الإسلام وأرسل إليه أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشر الآثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب وما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعمرت في وجودها أدنى كل وجود وضرزت كل العوالم بإطراد التكريم اللهم صل وسلم وفرض الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله تنجل الحق وفي عالم كل سير واسع تزلي قدر بانتشار فضله في القريب والشاسع وله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تقراره بكثرة ترداد حيث أمراد من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان إذا شرف في دور الصغلات وتنتشر أسراره في الأفواه كما من سر اتصل به قلب منير إلا من ثواب بفضل الله على هذا الحبيب يا قلب أنصاره قد توالى بحبيب عملنا ونوالا ذل من شرف الوجود منه وإنكمن الكون بحجة وجمالا وانطلق بالحسن على مقام وتنهى في منه وتعالى لحزت العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يثير الضلالا ومن علمه ما قدرته رفعة في شؤونه وكمالا فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعزز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معانيه الجلال إذا انتشر في عالم البطون والزهور ما ملأ الوجود الخلق ينور تبارك الله بالإله الكريم بشرتنا آياته بالذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم ومن هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم والصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرف بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان صلى الله عليه تسكت بها في الصدور من الإيمان قواعد وتلوه على اليقين من شر ذلك الإذعان والتصديق شواهد صلى الله عليه أشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونعمته صلى الله عليه أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وأدى الله به من الأمة بشرا كثيرا صلى الله عليه في ظلمة الجهل للمبصرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر صلى الله عليه وصل وسلم
أجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحية وأمثالها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز بها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواتن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلاة يتصل بها وصل عليه صلاة يتصل بها وصل عليه صلاة يتصل بها وصل عليه فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وربه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صحوة المجد بقربه وتبينوا ظلال الشرف الأصلي بوصفه وحبه فأقرأ بنسير الكرام نسير اللهم صل وسلم حق صلاة وتسليم على سيدنا نبينا محمد الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه
بركة الله في العلم القديم بظهور أسرار التحسيس للبشر الكريم بتقديم والتكريم نفاسة القدرة الغافرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة انطلقت ليلة التصوير بالعالم المطلق الكبير عن جمال مشعور بالعين حاول بوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاف الكريمة والبطون وما من صرف ضمة إلا وتمت عليه من الله إلا وهو القمر التم الذي يتنقل به بروزه ليتشرف به موطن استبقاره وموضع بروزه وقد قالت الأقدار الأزلية بما قدت وأجهلت من سر هذا النور وحسست به من حسست فكان مستقره بالأصلاب الفاخرة والأرحام الشارفة الطاهرة حتى برز بعالم الشهادة بشرا لا بشر الله عليه ونورا حيا الأفكار ظهوره أظهر فتعلق كلمة الرقيم لهذه الغروب بأن يقوم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور المعروف وإن كان للأنصر ذات بعصر بشار أوصاف بذلك المنصوب تصديقا للسامعين من حرص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين وإلا فعنا تعرض الأقلام عن شؤون خير الأنام ولكن هزني إلى تدوين ما حفظته من سير أصراف المخلوقين وما أقامه الله به في موضعه من الفضل الذي عم العالمين رايته بالقول منشورة على مر الأيام والشهور والسنين داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ونتيج التشوق إلى سماع أوصافها العظيمة ولعل الله يرضى بالمتكلم والسامع ولعل الله يرضى بالمتكلم والسامع ولعل الله يرضى بالمتكلم والسامع فيدخلني في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروح ذلك الداعي اللهم صل وسلم والصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقد آن للكلام أن يحتمه الرغبة فيه الأنامل مما استفاده الفحم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل والشمائل التي هي أحسن الشمائل وحنا أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار ونجرب بكتابة القلم والكرطاس وتتنزه في هدائك الأسماع والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن ولا شيء خلقه الله والنور المودع في هذه الصورة نور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع وجود خلق بعد خلق فيما حدث وما تقادم صلى الله عليه وسلم. وخرج عبد الرزاق بسند عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل أشياء. قال يا جابر إن الله خلق قبل أشياء نور النبي كمحمد صلى الله عليه وسلم من نور
وقد تعددت الرواية بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت رسالة العبودية لا خاصة خفية اختصت من شاء من البرية بكمال الخصوصية واستودع هذا النور المبين أصلب وبطن من شرفته من العالمين. فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى وصلت يد العلم القديم إلى من خصت بتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة. فتنقو صلب عبد الله فرقه إلى بطنها وضمت أشياءها بمعونة الله محافظة على هذه ذرات وصوتها وعمل برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عملا حتى مع الشهر بعد شهر من حمله وقرب وقت بروده إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم قيود الفضل وتنتشر في آثار مجده الصليم. اللهم صل وسلم وصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى نور المصطفى نور المصطفى
والحمد علقت في هذه الدرة المكنونة ويعرض الموصولة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج وينظر لإشراق هذا السراج والعيون متشوقة إلى الفروز متشوقة إلى التقاط جواهر الكنوز كل قريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام